يلا مع بعض بقى نعمل النهاردة احسن ضلع في الفرن. الضلع اللي في الفرن زي اللي بيتعمل كده في المطاعم بره، وزي اللي بيعملوه ميت موت، وبيموت الناس في شكله وفي جماله وفي اللحمة الدايبة وفي العظم اللي بيخرج كده زي الشعرة من عجين زي ما بيقولوا. يلا احنا نعمله مع بعض. اول حاجة هنجيب الضلع بتاعنا ونحط عليه مستردة، ندهنه كويس قوي بالمستردة من فوق ومن تحت. ليه؟ المستردة ديت بيبقى فيها نسبة زيوت وتتبيلة خاصة بيها، تمام، علشان اللحمة ما تنشفش. حطينا المستردة، هنبدأ نحط بقى ملح وفلفل اسود وروزماري مفروم. فلفل اسود اهو هندهنه بعد ما نرش، هندهن كده الضلع كله. نحط الملح، هنحط كمان الروزماري المفروم، بيدي طعم وريحة ما اقولكمش، حاجة خطيرة. اهو ندهن بقى كده من كل حتة، اي مكان يعني مستخبي جوه ولا حاجة ندخل فيه الملح والتوابل. عايز اقول لكم طعمها خطير خطير خطير. نبدأ نحط الروزماري كده، احنا تبلناه. يلا بقى نعمل الخطوة اللي بعد كده. عود قرفة كده عشان بس يحلل الكلام يعني. بصوا على فكرة هتطلع دايبة جدا، انتوا هتشوفوا. يلا نعمل الخطوة اللي بعد كده. هنجيب زبدة وندهن بيها صينية، تيفال او طاسة او اي حاجة عندكم. شوفوا اللي عندكم ايه، بس خلي بالكم الحركة دي ممكن شوية تلسع الطاسة او الحلة. فخدوا بالكم دي صينية تيفال حطيت فيها زبدة، دهنتها كويس. شايفين الزبدة عاملة ازاي؟ نبدأ بقى الزبدة تسخن، نجيب الضلع بتاعنا ويلا مع بعض. حطينا الضلع، هسيب لكم الصوت في حتة الجاية ديت عشان الصوت دوت بيجوع، الصوت لوحده بيجوع. بعد ما حمرناها على الوش الاولاني نبدأ نقلبها على الوش التاني. بص شكلها عامل ازاي، ايه الحلاوة دي. يلا بقى نجيب الزبدة بتاعتنا ونبدأ ندهنها كده بالزبدة، عشان ايه؟ تبقى طرية كده وريحة الزبدة فيها يا جماله، حاجة تحفة. بصوا لونها عامل ازاي وشكلها عامل ازاي. بعد ما دهناها كده بالزبدة، يلا مع بعض نحط البوكيه جارنيه بتاعنا. البوكيه جارنيه دوت يعني بوكيه خضرة، شوية خضروات مع بعض بيجملوا اللحمة بتاعتنا. جزر وبصل وليمون وكزبرة وطماطم متقطعين اي تقطيعة، هما دول بس هيعملوا طعم وريحة مع اللحمة بتاعتنا جميلة جدا. خدنا الضلع اللي متحمر وحطيناه في الصينية بتاعتنا على البوكيه جارنيه. نبدأ بقى نرشق فيها كده روزماري، او دوت اللي هو مسمينه اكليل الجبل يعني. ده بيخلي برضو بيدي طعم جميل للحمة عموما، هو والزعتر. يعني اللي مش هيلاقي دوت ممكن يحط زعتر فريش. الزعتر الفريش برضو بيبقى له طعم تاني. يلا بقى عشان نحطها الفرن لازم نكون عاملين لها مية بتاعتها، الشوربة بتاعتها ديت، علشان تاخد وتدي مع اللحمة ما تنشفش في قلب الفرن. تبلنا اللحمة بنفس التتبيلة، تبلنا المية بنفس التتبيلة اللي تبلنا بيها اللحمة، وحطينا المية في قلب الصينية لغاية ما وصلت يدوبك للحمة. هنعمل ايه بعد كده؟ هناخد بقى الصينية بتاعتنا ديت ونغطيها خالص بالورق الفويل لغاية ما تبقى مدفونة جوه. ليه بقى الحركة ديت؟ هقول لكم الحركة ديت بتخلي اي لحمة بخار المية
اللي المية بتغلي ما بتلاقيش مكان تخرج منه، فبتبدأ تاكل في قلب اللحمة، واللحمة تنزل كل الجوسي والعصارة اللي فيها. فبيبقى عندنا حاجتين، المية بتبقى واخدة من طعم اللحمة، واللحمة بتبقى مهرية جدا 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 بسبب الحركة دي. فاحنا قفلناها كويس، ويلا بينا بقى ندخلها الفرن. بصوا شكلها ايه من تحت. ادي الخضار بتاعنا، حاجة عظمة. يلا بقى تعالوا معانا. بعد ما خرجت من الفرن قعدت بالظبط ساعة وربع على درجة حرارة 200. تعالوا بقى كده نفتح. اوه، بصوا العظمة، بصوا مهرية ازاي، بصوا اللحمة. 100 موت بقى يجيب لك حتة اللحمة دي ويحط لك عليها شوية عسل نحل ويدوقها لك ويبيعها لك ب2500 جنيه عشان احط لك عليها شوية عسل نحل. تعالوا احنا بقى نشوف احنا عملنا فيها ايه. بصوا الجمال. تعالوا بقى نستغل المية بتاعتها بقى اللي كنا بنتكلم عليها، نصفيها كويس جدا. دي بقى واخدة كل التيست بتاع الخضار والتيست بتاع اللحمة. هنصفيها كويس، وبعد ما نصفيها نجيب طاسة وننزل فيها بحتتين زبدة. الزبدة تسيح، بصوا الزبدة بتبقى عاملة ازاي اصلا يا جماعة. اللي ما بياكلش زبدة ده مش عارف ما بيفكر ازاي او عايش ازاي عموما. ننزل بقى بشوية دقيق. اول ما الدقيق يبدأ يستوي هتلاقوه ابتدى يبقلل كده. اول ما يبدأ يستوي نبدأ ننزل بالمية اللي احنا جبناها، اللي هي الشوربة بتاعة اللحمة. احنا كده بنعمل الديمجلاس. الديمجلاس ده بيتعمل بالطريقة ديت. بيبقوا جايبين كل العظم بتاع الذبيحة بيغلوه جامد، بيخرجوه، بيعملوه زي ما احنا عملنا كده الديمجلاس بمية بزبدة ودقيق. بعد كده بينزلوا عليها المية. ادي كده الديمجلاس اتعمل. نشوف الضلع بتاعنا استوى ازاي. بصوا العظمة بتخرج ازاي. ايه ده يا جدعان ده؟ تعال نشوف واحدة كمان. بصوا ايه ده ايه الحلاوة دي، انا جعت. بصوا المنظر، بصوا حاجة اخر فخامة يا جماعة. الانسان ضعيف. يلا نزينه مع بعض. اوه، الطماطم الجميلة بتاعتنا مع الزعتر، الروزماري، ده جزر مكرمل، جزر مقلبينه في زبدة وشوية سكر فتكرمل كده وبقى طعمه جميل، وكزبرة من فوق الوش عشان تدي الشكل الجميل بتاعنا. واحنا كده بنزين الطبق بتاعنا عشان لما هنيجي هناكل حاجة كويسة، او في عزومة او في شكل لازم يبقى منظر الحاجة كده قدام الناس، يعني حتى لو ما كلوش يقولوا ايه الاكل الجامد ده. ادي الشكل بتاعنا النهائي اهو. وننزل بقى بالدمجلاس اللي احنا عملناه. بصوا الشكل بتاعه عامل ازاي. ايه ده يا جماعة ده؟ دي حلويات دي ولا ايه؟ كده احنا عملنا الضلع بتاعنا. تعالوا اتفرجوا عليه وقولوا لي ايه رأيكم، وعايزين اكل ايه تاني اعمله لكم ونعمله مع بعض. باي باي.